السلام عليكم، اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا بجد وحشتوني جدا جدا جدا، مش متخيلين وحشني ازاي. وانا اسفه بجد على التاخير، انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم كتير، بس فعلا الفتره اللي فاتت كنت مضغوطه قوي وما زلت بصراحه، يعني في وسط امتحانات وكده، واعتقد ان كلنا مضغوطين في امتحاناتنا، فربنا يكون في عوننا كلنا يعني. فحقيقي انا اسفه جدا على التاخير. في الفيديو ده هشارك معاكم حاجات انا عملتها علشان اجدد ديكور اوضتي واخلي كل حيطه في اوضتي عليها حاجه مميزه مثلا وشكلها حلو. من ضمن الحاجات دي مثلا حيطه مكتبي اللي على طول بتسالوني عليها، يعني خليت شكلها حلو ازاي، المكتب نفسه خليت شكله حلو ازاي، وازاي انتوا مثلا تجددوا من شكل مكتبكم. واللي خلاني اصلا افكر اجدد شكل مكتبي او شكل اوضتي عامه، ان انا وانا في اولى كليه كنت حاسه ان اوضتي هي نفس شكل اوضتي في ثالثه ثانوي، اللي هو مثلا المكتب نفس كل حاجه عليه. فحسيت ان انا محتاجه اغير عشان اجدد طاقتي، ففكرت في حاجات بسيطه اعملها علشان اجدد من شكل كل حيطه في اوضتي، يعني بحاجات بسيطه. فهشارك معاكم الحاجات دي. واصلا الحاجات دي بداتها من الترم الثاني وانا في اولى كليه، انا حاليا في تانية، فبقالي مده بعمل في الحاجات دي، كل ما بفضل اعمل حاجه لحد ما خلصتهم اخيرا. فهشارك معاكم في الفيديو الحاجات اللي انا عملتها، وان شاء الله هتستمتعوا وانتوا بتشوفوها، ومعظمها حاجات بسيطه وحاجات انا عملتها في البيت. فان شاء الله تستمتعوا بالفيديو، ولو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. هنبدأ أول حاجة بالمكتب، وهوريكم شكله الأول قبل ما أعمل فيه أي حاجة. ده كان شكله، كنت حاسة إن هو مليان حاجات كتير قوي، وإن أنا عايزة أشيل من عليه حاجات كتير وأخفه شوية. حتى اللوحة اللي عليه كانت اتبهدلت، كنت عايزة أغيرها. وبرضو الورق اللي أنا كنت حاطاه على الحيطة عشان يغير شكلها كان برضو بقاله مدة واتبهدل، وحسيت إن أنا عايزة أغيره كمان كتجديد. فده كان شكل المكتب. واللوحة اللي عليه كانت متبهدلة قوي لأن كان فيها خرام كتير بسبب الدبابيس، وكان عليها ورق عايز يتشال. حتى كان عليها احلام قديمه كنت حاطه الكليه اللي كنت عايزه ادخلها، بس الحمد لله انا مبسوطه في كليتي دلوقتي. المهم بدات اول حاجه ان انا اجدد اللوحه. علشان اجددها جبت كرتون قوي شويه، وقصيته بالحجم اللي انا عايزاه، قصيت اكبر منها حاجه بسيطه يعتبر. وده كان الكرتونه بعد ما قصيتها. وجبت ورق ملون علشان اغلفها. وبعدين بدأت أتني الورق على أطراف الكرتونة علشان أعرف ألزقه بسهولة. وكمان جيت عند الزوايا وقصيت مربع كده علشان برضو أعرف ألزق بسهولة. وبعدين لزقت الأطراف من ورا بلزق شفاف، وده كان شكلها من ورا. وده كان شكل اللوحة بقى من قدام، كنت مبسوطة بيها قوي الصراحة. وبعد كده بقى بدأت أزينها، ودي كانت أحلى فقرة. جبت ورقتين كتبت عليهم أدعية المذاكرة قبل وبعد، وزينتهم كده بالهايلايتر، وحطيت الدبابيس، وعملت زي سبورة صغيرة كده. جبت كرتونة وحطيت ورقة وبرضه حددتها بالهايلايتر، وجبت كيسة شفافة كده ولزقتها عليها من ورا علشان تبقى زي سبورة كده أقدر أكتب عليها أي حاجة. أكتب مثلا تو دو ليست والحاجات اللي انا عايزه اعملها خلال اليوم، او اكتب مثلا اي جمل تحفيزيه او اي حاجه انا عايزه اكتبها كانها سبوره صغيره كده على البورد، واقدر بسهوله ان انا اجيب منديل وامسح اي حاجه انا كتبتها واكتب تاني. وجبت برضو ورقه كده كنت عاملاها معاكم في فيديو شورت قبل كده، كان عليها جمله تحفيزيه وحطيتها. وطبعت ورق صغير كده علشان اكتب فيه المهام الاسبوعيه، وهو الطبع اصغر من الحجم اللي انا عايزاه، بس انا بعدها كبرته عادي. ودي احلى حاجه حطيتها، ميداليه فلسطين اللي مكتوب عليها من ورا اهم المدن الفلسطينيه، ربنا يا رب يحررهم كلهم ان شاء الله. ولوحه المكتب القديمه كان عليها برضو ال100,000 وعلامه اليوتيوب، فجددتها بقى بما اننا الحمد لله وصلنا 100,000، جددتها خليت الهدف 200,000 وعلامه اليوتيوب برضو. وخدت من عليها حاجات زي صوره الكاميرا دي وصوره الكوتشي ده اللي هو كأن الرياضه يعني، وكده حاجات قريبه من الاهداف اللي انا عايزه اعملها. وجبت برضو ورق تاني شكله حلو وكتبت آية من القرآن علشان تكون قدامي على طول. وحطيتها كده من غير دبابيس علشان اشوف لسه الحجم احطه فين. وعملت ورقه كده كانها جدول مذاكره، وبعد كده بقى بدات احط دبابيس اللوحه، وحطيت برضو حاجات تحفيزيه تانية، وكتبت تو دو ليست. وبس دي كانت الحاجات اللي عملتها على اللوحه، واكتبوا لي رايكم. ونيجي بقى لحاجه تانية، وهو جذع الشجره ده اللي انا كنت عايزه اعمل فيه شكل معين علشان ازين المكتب. فجبت الجذع ده وجبت الالوان اللي انا عايزه الون بيها، والشكل اللي انا كنت عايزه ارسمه كنت فاتحاه جنبي، وجبت الالوان اللي انا هستخدمها، وبدات ان انا احدد بقى الدرجات اللي انا عايزاها وكده. وانا اصلا كنت شاركت معاكم في فيديو شورت على القناه التفاصيل اللي انا عملتها في الجذع ده وانا برسمه وكده. بس هنا بقى كان بالتفصيل وانا بعمل الالوان وانا بدمجها وكده يعني. حطيت الاول اسود وبعد كده ازرق، وبعدين حطيت بنفسجي غامق، وبعد كده فتحت البنفسجي وحطيته فاتح، وبدات اوزع الدرجات كده. قعدت مده لحد ما ظبطت الدرجات اللي انا كنت عايزاها.
وعامة التلوين والرسم على الجذع طلع تحفة بجد، وكانت من التجارب الحلوة قوي اللي انا مبسوطة ان انا عملتها، لان بجد عارفين مهما عملته هيطلع برضو شكلها حلو. قعدت ادمج في الدرجات لحد ما طلعت كده، وبعدين جبت الجهاز ده اللي هو بيطلع هوا علشان يعني انشفها بسرعة. وبعد كده جبت بقى فرشة سنان قديمة ولون ابيض اكريليك، وحطيته على الفرشة وبدأت اوزعها كده علشان تعمل نقط شبه النجوم شوية، وانا بجد بحب الحركة دي قوي عامة. ولما خلصت جبت فرشة ولون اسود، وكنت عايزة ارسم كده زي شجر او نخل من تحت، وانا ما كنتش بعرف ارسم النوع ده، مش عارفة ليه، يعني كنت بحس ان انا على طول ببوظه، بس الحمد لله هنا ما بوظتوش قوي وعملته نوعا ما كويس يعني. وده كان شكلها، واخر حاجة عملتها هو دايرة كده بالابيض كأنها القمر يعني، والمفروض كنت اسيبها ابيض بس بصراحة اتفزلكت وحطيت فيها شوية لون رصاصي، وفي الاخر قلبت على رصاصي كلها، وده ضايقني بس مش مشكلة. ده كان شكلها. بدأت بقى اشيل اللزق، وللاسف طلع لون فوزعته كده شوية، والمهم يعني ان انا شلت اللزق وشكلها كان في الاخر كده، وبجد كنت مبسوطة بيها قوي، ولما نزلتها لكم انتوا اتبسطتوا بيها انتوا كمان. نيجي بقى لحاجة تانية بعملها عشان أزين حيطة المكتب، هي الورق اللي أنا بطبعه. بجمع صور من بنترست تحفيزية وبجمعها مع بعض في ورقة بتكون على بيكس ارت، وبعد كده ببدأ إن أنا أطبعهم وأقصهم، وده بيكون شكلهم. والحمد لله كنت عاملة صور حلوة المرة دي، مجمعة صور معظمها باللون الأزرق والبنفسجي عشان بحبهم قوي، وكانوا لاقين على بعض كده. واللزق اللي باستخدمه علشان ألزق الصور دي بيكون لزق كده باجيبه من كمال سعد، بيكون خفيف وهو طبقة بيضة كده، لما بشيل الطبقة البيضة بتبقى طبقة شفافة اللي هي بتاعة اللزق، فبدأت أوزعه على الورق كله، وأنا بستخدم النوع ده للورق من زمان وبجد حلو قوي يعني. فوزعته على الورق كله، ولما خلصت بقى كنت الصور كلها حطيت عليها لزق، رحت بقى علشان أشيل الصور اللي أنا كنت حطاها على المكتب، فبدأت أشيل فيهم. في صور اتشالت بسهولة، وصور تانية لأ، يعني اتبهدلت أو شلتها بصعوبة، وده لان اصلا هي كانت على الحيطه تقريبا، قعدت سنتين على الحيطه، فيعني اللزق لزق قوي يعني، لزق بزياده، بس الموضوع كان مرهق بصراحه، بس مش مشكله يعني، المهم ان انا اجدد حيطه المكتب. وهنا كنت خلاص شلت الصور كلها من على الحيطة، وكان في شوية آثار بصراحة من اللزق، بس ده لأنه كان بقاله مدة على الحيطة يعني، والنور كان قطع فمش هنركز. المهم نضفت الحيطة الأول، وبعدين بدأت أوزع بقى الصور الجديدة تاني، والحتت اللي كان فيها آثار لزق حاولت أحط فوقها صور تانية. وهنا كنت بحط بقى علم فلسطين، ربنا يحررها يا رب على خير. وحوالين الجزء ده بدأت أوزع كده آيات قرآنية كنت برضو طبعاها. وده كان شكل الحيطة بعد ما حطيت كل الصور اللي أنا كنت طبعاها، وكنت مبسوطة بيها قوي علشان غيرت شكل المكتب تماما عن قبل كده. وكنت شارية قبلها فرع ورق شجر كده للزينة، فبدأت أعلقه من فوق على حيطة المكتب من فوق خالص، علشان كان الجزء اللي فوق ما فيهوش صور، وده كان شكلها، وغيرت برضو الشكل تماما، وكان شكلها حلو قوي. واخر حاجة تقريبا زودتها هي شوية حاجات كنت رسماها زي ال3 رسمات دول، وكنت مصوراهم ليكوا في فيديو شورت قبل كده، ووزعت شوية بقى جمل تحفيزية وزي ستيكي نوتس وحاجات زي كده، وبس كده. نيجي بقى المفرش المكتب. هنا كنا اول يوم العيد بعد رمضان على طول، فكنت بشيل بقى المفرش والقماش بتاع الخيامية، وبعدين حطيت المفرش الجديد اللي انتوا شفتوه في فيديوهاتي الاخيرة، في منه قماش وفي منه النوع ده اللي هو قريب من البلاستيك شوية، وهو كبير قوي، فتنيته على مرتين وحطيته، وبدأت ان انا اوزع الحاجات اللي انا عايزة احطها على المكتب زي المنظم ومنظم الاقلام ده، والتقويم اللي هو بتاع النتيجة، وحطيت شوية حاجات تانية كنت بحطها على المكتب برضو، والمنبه والجزع وكده. واهم حاجة طبعا لوحة المكتب، وده كان شكل المكتب نفسه بعد ما خلاص حطيت كل حاجة عليه وجددت المفرش وكله كان تمام الحمد لله. وننتقل بقى لتزيين باقي حيطان الأوضة. كان في فكرة كنت عايزة أعملها علشان أجدد حيطة من حيطان الأوضة، وهي إن أنا أعمل لوحتين كده باللون اللي أنا بحبه وبشكل معين في دماغي، فجبت كرتون قصيته بالحجم اللي أنا عايزاه، وجبت ورق كبير اللي هو بيكون A3، بيكون أكبر من ال A4 في الحجم، وبدأت إن أنا ألزقه، وتنيت بس الأحرف الأول علشان أعرف ألزق بسهولة، واستخدمت الغيرة علشان ألزق اللوحتين دول. واستخدمت الغيرة بقى بطريقتين، طريقة إن أنا لزقت على الأطراف بس، وطريقة تانية ان انا لزقت على الكرتونة كلها علشان اشوف انه الاحسن، وطلع الاحسن ان انا الزق على الاطراف بس. لما لزقت في الورقة على كل الكرتونة كان في فراغات كده من الهواء، ما كانتش حلوة او ما كانتش احسن حاجة. الذي خلقني فهو يهدين
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. وده كان شكل اللوحتين في الآخر بعد ما لزقت عليهم الورق. وعلشان اتأكد ان الورق ثابت برضو ثبته بلزق شفاف من ورا. وعلشان بقى ارسم على اللوحة نفسها كنت عايزة اكتب اسمي على لوحة من اللوحتين، فجبت ورق زبدة وحطيته على التابلت كده لزقته وبدأت احدد اسمي. حطيت اسمي الاول وبعد كده اسم بابا، وبعدين شلته وحاولت كده ان انا احطه على اللوحة نفسها وبس. ده كان بعد ما نقلته على اللوحة نفسها، ده كان الشكل اللي كان في بالي. وبدأت بقى الون بلوني المفضل، اللون اللافندر او البنفسجي عامة، وقعدت الون الجزء اللي انا كنت محتاجة ألونه. والذي يميتني ثم يحيين. وده كان شكلها لما لونت بس الجزء البنفسجي، وكان ناقص ان انا الون اسمي باللون الاسود، وبصراحة ما صورتش، واللوحة التانية عملتها على شكل نص فراشة وما كنتش برضو كملتها. بس ده شكلهم في النهاية، ده شكل اللوحة اللي كان عليها اسمي وكنت مبسوطة بيها. يعني عموما كده كان شكلها حلو. وحطيت نقاط بالهايلايتر على الجزء الابيض. ولوحة الفراشة بقى كنت مبسوطة بيها قوي عشان طلعت حلوة قوي بجد. وده كان شكلها في الاخر. ونيجي بقى لحاجة اتعملت لي مخصوص باسمي، وهي تابلو من بيج اسمها نوجز هاند ميد. البيج بجد بتعمل تابلوهات تحفة يا جماعة بالاشكال والاحجام اللي انتم محتاجينها، وعملوا لي التابلو ده كان تحفة بصراحة، وتحسوا الخيوط كده متناسقة ومعمولة بشكل حلو. والحلو ان كان في نور كده بينور لما بندوس على الزرار، في 3 اضاءات، اضاءة اللي هي بتتحرك بسرعة كده، واضاءة تانية زيها بس بتتحرك بالراحة بتقيد وتطفي، والاضاءة التالتة ان هي بتثبت. فانا كنت مبسوطة عامة بالتابلو قوي، انا اللي اخترت الوانه وهم نفذوهولي زي ما كان في بالي بالظبط. والخيوط بجد عجبني انها يعني متساوية كده ومتناسقة. وحطيت اللوحتين جنب التابلو على اليمين والشمال، وغيروا شكل الحيطة تماما. الحيطة دي على طول كانت بتبقى فاضية، فكنت مبسوطة قوي ان طلع شكلها حلو كده وبالالوان اللي انا بحبها. وده كان شكل التابلو وهو منور في الضلمة. وحابة اشكر بيج نوجز هاند ميد ان هم عملوا التابلو بالحلاوة دي بجد. وننتقل لتزيين حيطة مختلفة في الأوضة. كان في الجزء ده اللي هو عند الكنبة اللي انا حاطة عليها الكتب والدرع. كنت حاسة ان انا عايزة اغير شكل الحيطة دي تماما، واتبعت لي منظم ده من بيج اسمها قيم، بتاع تنظيم الكتب، ان انتوا بتحطوا فيه الكتب بتاعتكم كلها. فشلت الكتب بتاعتي علشان كانت كتير قوي، كنت عايزة اغير شكلها، وحطيت المنظم مكانها، وبدأت ان انا كده اوزع فيها الكتب علشان اشوف كده هياخد كتب قد ايه. والحقيقه ان هو صدمني وخد كتب كتير جدا. يعني هو خد معظم الكتب بتاعتي، وهنا انا ما كنتش حطيت كل الكتب، يعني بعد شويه هتشوفوا الكتب كلها. حرفيا يا جماعه واخد كتب كتير قوي. والحلو ان هم عاملين منه كذا حجم تقريبا وسط وحجم كبير وكذا لون كمان تقريبا. فحطيت كده حاجات تزينه. وده كان شكل الجزء ده لما حطيت كمان اللوحات اللي انا كنت عاملاها قبل كده في رمضان، وحطيت فرع نور. والحاجة اللي ما كنتش بحبها في الكورنر ده هي الكنبة دي، كنت بجد بكره شكلها. فحطيت المفرش ده اللي هو اصلا بتاع بيكنيك، حطيت المفرش ده بدل ما يكون كده غلاف للكنبة. فبدل ما اكون كارهة المكان ده، لا قررت اغير شكل الكنبة وحطيت عليها المفرش، وسبحان الله كان على قدها بالظبط وغير شكل المكان ده تماما وكان تحفة. ومن فوق كنت حاطه اللوحات دي ودرع اليوتيوب عندي، وحطيت بقى المنظم بتاع الكتب وزودت الكتب فيه. وده كان شكل الجزء ده في الاخر. وده كان شكل الدرع مع الانوار، وبقى كنت مبسوطه بيه قوي. وكان في حاجه اخيره زودتها بعد شويه بعد ما افتكرت، وهي الطاره دي كانت جايالي برضو، كان عليها اسمي وكان الالوان اللي انا بحبها، وهي كان شكلها حلو فحطيتها جنبهم برضو للتزيين. وده كان شكل الحيطه دي او المكان ده في الاخر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا واخر حيطه في الاوضه واللي هي الحيطه اللي عند سريري كنت منذرين. حابه احط اي حاجه عليها، فقررت اعمل زي فيجن بورد، مع ان احنا في اخر السنه والناس بتعملها في اول السنه، بس انا قلت مش مهم. والفيجن بورد دي بتكون ان احنا بنطبع صور لحاجات احنا نفسنا نحققها واهداف نفسنا نحققها. فطبعت حاجات مختلفه لحاجات مختلفه انا عايزه اعملها، وكان شكلهم تحفه بصراحه. وبدات ان انا اقصهم، وده كان شكلهم لما قصيتهم. وبدات بقى ان انا جبت ورقه كبيره اللي هي برضو A3 اللي هي بتكون اكبر من ال A4،
A4 ووزعت الورق عليها بالترتيب اللي انا عايزاه، وده كان شكلها في الاخر. وحقيقي كنت مبسوطه بيها جدا جدا جدا، كنت حاسه شكلها حلو قوي، ما خدتش مني وقت ولا مجهود ولا كلفتني حاجه غير طباعه الورق بس، اللي هي مش حاجه قوي يعني. وفي الاخر طلع شكلها تحفه بصراحه، وحاجه كده اللي هو تشجعنا نلتزم باهدافنا. كان في من الاهداف دي ان انا اهتم بصحتي واهتم بمذاكرتي والقرايه والقران والعبادات وكده. وبعدين رحت علقتها على الحيطه اللي فوق السرير، وحواليها كده حطيت شويه صور من اللي كانوا متبقيين من حيطه المكتب القديمه، وده كان شكل الحيطه في الاخر. وهستناكم تكتبولي في التعليقات ايه اكتر حيطه او اكتر مكان في اوضتي عجبكم في خلال الفيديو ده. بس كده بكده نكون خلصنا الفيديو، وشاركت معاكم الحاجات اللي انا عملتها علشان اجدد من شكل اوضتي، واعتقد ان معظمها حاجات مش معقده او حاجات مش فظيعه، يعني في حاجات كتير عملتها في البيت. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وهستناكم تشاركوني لو عملتوا اي حاجه من الحاجات اللي عملتها في الفيديو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.